الطنبور عكس العود في العزف في اي حاجه. في العزف طبعا احنا لما بنيجي نعزف اضغط عليه ما بيدينيش ساوند، لكن لما اشيل ايدي بيديني ساوند. كده بيديني الساوند لما اشيل السباع اللي انا عايزه. في المسكه باجي بمسك من هنا بحيث عشان انا لو مسكت من هنا ممكن يتغير الاوتار، يعني تحميله زي كده اهو يغير الوتر معايا. فعشان كده دايما بمسك الطنبور المسكه بتاعه من هنا او من هنا، يغير ايديا كده. من هنا ما بمسكش بعيد عن الاوتار دي، طول ما وترته وما مسكتوش من هنا ما بيتغيرش خلاص. وانا حتى في البيت دايما معلق له الخيط دي، بعلقه كده في البيت عندي ساعة التنشيف وساعة بعد ما اوتر وكل حاجه برضه بيبقى على الطريقه دي. بعمل له اي طنبور انا بصنعه وبعمل له حبل من هنا ورا عشان ما يحملش على اي حاجه، يحمل على السلك ده عادي. حتى ساعة التنشيف برضه انا لو علقت من هنا او ولا من هنا ممكن الجلد هينشف على وضع وده بعيد من هيأثر. عشان كده بعمل له الحاجات دي بالذات لما اجي اعمل لازم اعمله في التنابير بتاعي كده. على حسب ما سمعنا الله اعلم، لما راحوا في قناه السويس بيقول لك 1902 والتهجير بتاع التعديه بتاع الخزان، غرب خزان عندنا خزان اسوان، خدوه معاهم سموه هناك سمسميه. وبصراحه هم طوروه برضه يعني تعديلات مثلا بدل جلد خلوه خشب ابلكاش، وبدل الطبق عملوه خشب كده العرض بتاعه 10 سنتي. وطبعا الخرم هم بيعملوه بطريقتهم برضه، عاملين خرم بقى بطريقتهم بالابلكاش. فالنوبه اخذوه من هنا، يعني اصلا من هنا من النوبه، من هنا من عندنا. هم ليهم الاغاني بقى بتاعتهم مختلفه شويه عن الاغاني النوبيه، كل واحد له لهجه وله طريقه بيغني، فهم بلهجتهم هم بتاعتهم بيجي كده. فاحنا النوبه برضو لما ناجي نازف بتاعتهم هيتعزف عادي، بس مش بالطريقه اللي انا بغني بيه. يعني لما اغني يا بيوت السويس هغني بس مش هغني زيهم، يعني ليهم طريقه وليهم رقصه بتاعتهم زي كده بالظبط. والنوبيين برضو لما يجي يعزفوا بالسمسميه مش هيدي ساوند زي الطنبور.